وجهتنا إلى قعار، إلى تلك الدرر الجميلة المعلقة في أعالي الجبال. إنها قعار الجمال، قعار الخضرة والحب والسلام. إنها درة قرى ريمة. بنيت قعار بسواعد أهلها، بسواعد أبنائها المغتربين في الخارج. بعرق جبينهم بنيت هذه البيوت، المنازل الجميلة. وهنا الحديدية، هنا الحديدية. فأين الحدادة يا حسن الراعي؟ ونحن هنا في قعار. وما زلنا نتجه صعودا في هذا الجبل العالي وصولا إلى الساقية، إلى منزل الشيخ محمد أمين عيسى القعاري. هذه هي وجهتنا، وما زلنا نصعد هذا الجبل العالي إلى حمدي أحمد محسن القعاري. هنا في قعار في الساقية. نحن اليوم ضيوفا على الساقية، على أهل الساقية، أهل الكرم والجود. ومن هنا، من هذا الجمال، ومن هنا، من هذا المكان الجميل، من هذه الخضرة يانعة، نرسل أجمل تحياتنا إلى الشيخ أحمد محسن القعاري هناك في بلد الاغتراب. إنها وجهتنا هناك في الأعلى مكان الشبكة. هناك وجهتنا إلى الساقية الجميلة. مرحبا يا قعار، مرحبا في وجهتنا هذه المشرفة إلى الساقية في قعار، في موقف مشرف. وهنا كما يبدو شعبون، منطقة شعبون. وفي الأعلى هناك وجهتنا إلى الساقية، إلى أهل الكرم والجود، في موقف يشرف كل أبناء الساقية وكل أبناء قعار. على رأس هذا الموقف الشيخ علي محمد حيدر الضبيبي، الذي حضر من صنعاء مع موكب كبير من أجل موقف مشرف للساقية هنا في قعار. ما زلنا متجهين صعودا، ووجهتنا هناك في الأعلى. ما أجملها من رحلة، وما أجملها من بلد. هنا قعار، عزر قعار بقراها، بروابيها، بجبلها الشامخ العالي الذي نصعده الآن في وسط هذه الخضرة والجمال. شكرا مغتربين في الخارج، شكرا المغتربين طيور المهجر الذين كان لهم بصمات إيجابية في إيجاد هذه الطريق التي نصعدها طلوعا إلى رأس الجبل حتى نصل إلى الساقية. الأرض تتحدث، الأرض تتكلم، الشجر يتحدث، يقول هنا الجمال، هنا السلام، هنا قعار الحب والسلام. وما زلنا في الصعود إلى أعلى الجبل. نحن نصعد الآن، نصعد إلى الأعلى، واقتربنا من الأعلى، واقتربنا من معانقة السماء هنا في هذا الجبل العالي في قعار، وصولا إلى الساقية. رغم وعورة الطريق وصعوبتها، إلا أن ما حول الطريق من خضرة وجمال أنسانا تعب الطريق. وهذا لا يعفي إخواننا المغتربين الأجلاء الكرماء أن يتموا جميلهم في رص الطريق وعمل الرتوش الصغيرة لهذا الطريق حتى تكون سهلة وصعودها أسهل. التحية والتقدير والإجلال
لهذا الرجل العظيم الذي شرف أهله هنا في قعار، ووصل إلى هذا المكان، تحمل عناء السفر من صنعاء إلى هنا كي يصل إلى هذا المكان يشرف أصحابه. ونعم بأبناء قعار يستحقوا ذلك، ونعم بشيخنا الجليل الشيخ علي الضبيبي. التحية والتقدير لكل أبناء قعار، التحية والتقدير لكل أبناء ريمة من هنا من هذا المكان. نحن نصور كل ما نمر به. التحية والتقدير للأخ العزيز حسن الراعي، تحية كبيرة كبيرة يستحقها. لوحة جميلة تشكلها قعار بقراها الجميلة. ما مثل ريمة الجمال، ما مثل ريمة جمال كهذا. هكذا هي ريمة. وهنا المثل أو البسيط الذي هو قعار نحن فيه الآن، ننقل هذا الجمال من هنا صعودا إلى أعلى الجبل. هنا بالبداع هذه المنطقة كما يشير إليها الأخ حسن الراعي. طبعا حسن الراعي مرشد سياحي معي، دلني على القرى كوني لأول مرة أصل إلى هذا المكان، وكنت أتمنى أن زرت هذا المكان أكثر من مرة لأنه يستحق ذلك. نحن بين الجمال، نحن في الجنة. سلام 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 سلام. ايوه رجعنا صار ابو امه تقريبا كلهم. هذا الرباط النهائي. وهنا نقترب من أعلى الجبل، اقتربنا إلى عنان السماء، سنعانق السماء بعد قليل. هنا في الساقية في قعار في ريمة الجمال. هناك اهتزاز في الصورة، هي ليست مني ولكنها من وعورة الطريق، لكننا سنحاول أن نأخذ الأجمل في رحلتنا هذه الجميلة المشرفة للساقية هنا في قعار. كيفك يا حجة؟ كيف حالك؟ هيا هيا بالبطل. اسمك يا بطل؟ اسمك عبدو. مين؟ ما شاء الله انت بطل يا عبدو. فين احنا الان؟ قعار. ما اسم المكان هذا؟ اسم القرية هذه؟ ها؟ برحة. هذه البرحة كما يقول البطل. مين عبدو؟ عبدو محمد. من؟ صغير. صغير ما شاء الله عليك. ونعم يا بطل. كلهم قاموا ينافسون يصوروا. هيا معه. حياك يا بطل. يا بطل اسمك؟ صقر. صقر. مين؟ صقر من؟ اسمه ابو صقر هذا؟ صقر هاني يا احمد. والنعم والنعم يا صقر. فين احنا؟ فين القرية هذه اسمها؟ السحي. ايش؟ السحي. السحي. ونعم بالله. وصلنا الساقية بحمد الله وسلامته. والنعم والله. حياك الله عاق. ونزل هذا السرداب ويعلم الله إلى أين الله. هنا السرداب. بلادنا جميلة وأرضنا جميلة والله، وكل شيء فيها جميل جميل إلى الغاية. هنا البساطة والله، بساطة رائعة وهدوء رائع ولا أجمل منه. وهذه قعار والساقية هنا بهذا الجمال ما شاء الله. وهذا حسن الراعي المرشد. وهذه هي شجرة البن الذي اشتهرت بجودتها، شجرة البن اليمنية.
إلا أنه ليس موسم حصاد البن في هذه الأيام. الموت ولا هذا الحياة. الدنيا خضراء، الدنيا جميلة، حتى الطريق الذي ندوس عليها في جمال وخضرة أيضا. يا سلام يا سلام. وهنا البن اليمني الذي اشتهر عالميا. وهذا الشيخ حياك يا غالي، حياك. ارحبوا والله، ارحبوا هنا في قعار الجمال في الساقية العالية جدا في أعلى الجبل. نحن الآن نعانق السماء، خلاص وصلنا إلى السماء، باقي الشرب نحن في السماء. وهنا نجمان هنا في قعار، والبيوت تبدو، المنظر يبدو كلوحة إبداعية ربانية جميلة زينها الإنسان وبناها وجعلها بهذا المنظر بعد الله سبحانه وتعالى. نسمع الآن أصوات الطبول وهي تستقبل موكبنا. هذا موكب الشيخ علي الضبيبي الذي وصل إلى هنا في موقف مشرف لأبناء الساقية. الاستقبال لنا من هنا من كل مكان، من فوق الأسطح، المباني، في الطرقات، في كل مكان. واخيرا عانقنا السماء في اعلى الجبل. هنا عانقنا السماء، وصلنا هنا الى اعلى الجبل هنا في الساقية بسلامة الله. وهذا هو الشيخ علي الضبيبي، إلا الذي أبى إلا أن يصل إلى هنا إلى هذا المكان العالي ليشرف أهل الساقية وأهل قعار بهذا الموقف المشرف الذي يشرف كل ريمة. مرحبا بالجميع، وشكرا لأهل الساقية، شكرا لقعار كلها على هذا الاستقبال وعلى هذه الحفاوة الكريمة. شكرا لكم جميعا. وهنا قعار وهنا الساقية التي وصلناها. شكرا. هذه هي البن، وهنا مكان الخضرة والجمال التي لاحظناها منذ صعودنا من أسفل الجبل إلى أن وصلنا إلى الساقية. شكرا جزيلا لأهل الساقية، شكرا لأهل القعاري، لبيت القعاري، لعزلة القعاري كاملة على هذه الحفاوة والتكريم والاستقبال الكبير الذي حظي به الشيخ علي الضبيبي، الذي وصل إلى هنا مشرفا أهل الساقية بموقف رائع وجميل يشرف كل أبناء قعار. من هنا من قعار، من أعلى الجبل، من الساقية، نحييكم ونحاول أن ننقل إليكم أجمل ما في قعار وأجمل ما في الساقية. شكرا جزيلا لكم. تحياتي أنا منصور الدروبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.